السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا معاينه جديده احنا النهارده في شبرا طبعا. ورانا كريستال عصفور، ده شارع شبرا. في هنا جامع محمد عبده. الناس اللي من شبرا وعارفه التفاصيل دي، فاحنا رايحين نبص دلوقتي. معانا متابع رايحين نبص على العربيه، وان شاء الله باذن الله هنطلع معاكم تاني. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شير، وخليكم متابعين لحد ما نوصل. صلوا على النبي وخليكم معانا ان شاء الله تعجبكم المعاينه دي. دلوقتي دوس لايك عشان هتشوف فيديو ان شاء الله يعجبك. دلوقتي حالا العربيه هي اللي متغطيه دي، سروت 14 تطلع تظهر عادي ولا بتتكسر؟ تظهر. وادي الراجل اللي معانا اهو، سلم على الناس بقى. فاحنا جايين نبص على العربيه ديت ان شاء الله باذن الله، وربنا ييسر الحال وتطلع عربيه كويسه. ايه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام. العربيه دلوقتي عربيه حلوه بس رشه، هو بيقول له اجزاء. العربيه دي رشه ما عدا سقف وكبوت، كلها من بره رشه. طبعا في تفاصيل كده صغيره ممكن تقلق اللي بيشتري. يعني مثلا انا الباب اللي هناك ده مفكوك، ما انا لازم اديك المعلومه كامله. مفكوك ليه؟ كان في خبطه في الباب واوريها لكم. اوضه حلو، عربيه متقفله بس المكنه دي حله. بص السيليكون شايفينه اهو، السيليكون ايه باظظ من بره. اللي حاطه حتى اللي مقفل مش يعني ما بيراعيش حاجه زي كده. الشكل الجمالي بتاع العربيه ان انت تبقى الحاجه متقفله تمام مكانها مش تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه عشان يبقى الفيديو مفيد، هنا شايفين اهو الباب ده اتفك، انما القايم جوه جديد. انا ما اعرفش الراجل ولا اعرف حاجه تمام. هنيجي نبص بقى جوه. هنا المسامير مفكوكه، هنبص جوه شويه كده، هركزوا جوه. الفليت اهو شايفينه اهو، ده الخبطه اللي جت في الجنب الشمال. ده بالنسبه للحاجات اللي ممكن بالله. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان اكمل وخليكم معايا. بصينا على العربيه ولسه ماشيين دلوقتي. احنا في شبرا، ده شارع شبرا بره اهو تمام. ف يعني ما اتفقناش على السعر. ايه الدنيا معاك بقى انت؟ طبعا هو هيقعد جنبي، هنقعد ندردش شويه مع بعض. انا وقفت هنقعد نتكلم نشوف، عشان هو ما خدش قرار فيها. هي احنا واقفين جنبها اهي، هنشوف الدنيا فيها ايه وممكن ناخد قرار فيها. يا مساعد. بص هو احنا خلصنا المعاينه والعربيه تمام عجبتنا، بس فيها شويه العيوب اللي انا قلت لكم. هو ممكن خاف الراجل اللي معايا، قلت له ده ما يخوفش. النهارده باب بيتشال يترمي، بيتحط باب كبوت بيتشال يترمي. في حاجات كده بتبقى يعني ايه، احنا عاملين لها موضوع وهي موضوعها سهل. بس اهم حاجه ان انا اخد العربيه بسعرها. اصل انا بروح احط باب مش عربيه، مش باب عربيه تاني وبعدله عليها وبقعده. ده بابها استيراد زي بتاعها بالظبط وبيركب. فمش موضوع، هو دلوقتي شغال ما فيهوش مشكله، يعني الباب ما فيهوش مشكله. المهم احنا اختلفنا في السعر. موضوع الباب ده انا بنوع عليه كتير. ليه؟ ان في حاجات ما تخوفش ما تخوفكش، بس ما تشتريش بسعر. هو بيقول ب 710 ووصل معاهم ل 700 اللي هو بيبيع. واللي اشترى كان امبارح اتفرج لوحده كان مقتنع بيها بال 700. بس النهارده لما لقينا العربيه طلعنا شويه الحاجات اللي فيها، وفي شويه حاجات في الضفيره، في كوبري معمول كده، ووريتكم الكلام ده كله في الفحص. ففي حاجات المفروض ان هي يعني نتكلم في السعر شويه. انا عملت العربيه دي ب 650,000، هم مش موافقين. ممكن ننزل كمان 10 يبقى ب 690. فالكلام ما مشيش. فقلت له انت فكر، وانت برضه خد وقتك في التفكير، وممكن يحصل نصيب، وممكن يشوف حاجه تانية احسن مثلا بالسعر ده بال 700 بس اعلى. ف كل واحد وبيبقى ليه مدرسه، كل واحد ليه دماغ في الشغل. احنا بس دورنا في الموضوع ان احنا بنشوف الحاجه وبنقول بما يرضي الله، وفي نفس الوقت الحاجه اللي تخوف نقول بتخوف، ما بتخوفش نقول ما بتخوفش. نطمن ده ونطمن ده تمام. برضه بديك رايي، بس انا ما بحبش اقول على العلن كده. الله اكبر الله تمام كده. فدي كانت المعاينه عشان برضه يبقى الناس استفادت. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لايك وشير ما ننساش. اللي ما دس دلوقتي لايك يا ريت تدوس، عشان هنشوف حاجات من الحاجات ديت ان شاء الله هتعجبك وهتفيدك. ويا مسهل الحال يا رب. وموضوع الاقساط يا جماعه احنا بدانا فيه ان شاء الله باذن الله، ربنا ييسر. اللي نفسه في عربيه هنشوف طبعا العربيه ايه، المقدم هيبقى ايه، التفاصيل دي كلها في خدمه عملاء ان شاء الله. هنديكم الارقام، بس احنا عايزين بس الموضوع يسمع مع الناس مع كذا فيديو. وبعد كده هنلاقي بقى الكلام ده في الكومنتات والتعليقات. يا ريت نعمل شير عشان الناس تستفاد. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم شير ما ننساش. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، معاينه جديده زي ما اتعودنا. كل ما بنيجي نطلع عايزين نستفاد، نقول احنا رايحين نعمل ايه. فالنهارده تجربه جديده.
في حد رايح يتفرج على العربيه ما تسيبوش شارك، متابع معانا. كنا جبنا له شارك زمان وربنا كرمه فيها، كنا جايبينها في الرخص طبعا. وبعد كده هو اشترى نسان لوحده 15 فبيبيع دي، فجاب عربيه من على النت في معرض فيها شارك، عندهم شارك يعني، فالمفروض ممكن يديله النسان وياخد الشارك ويدفع الفرق. فتجربه جديده واول مره نعملها، خلينا نشوفها ان شاء الله باذن الله. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ودلوقتي دوس لايك عشان ان شاء الله هتشوف فيديو يعجبك وفي معلومات هتفيدك. ودايما هننوع عن موضوع قسط المستعمل بمقدم 40% و50%، والتفاصيل هتبقى في خدمه العملاء. هنسيب لكم برضو صندوق الوصف تحت، وان شاء الله باذن الله خير. بس خلينا نبدا الاول المعاينه ديت، وما ننساش نعمل شير عشان لو في حد بيدور على عربيه قسط يعرف ان الموضوع سهل. طب في خلال 48 ساعه ممكن تستلم باذن الله، استعلام وكل حاجه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم شير وخليكم معانا اما نشوف. دي العربيه النيسان اللي راجعه بظهرها دي، شايفينها اهي. ده مصطفى اللي معانا متابع معانا اللي بيرجع بظهره اهي، الراجل قال له. وغالبا الشارك اللي هي وراها دي شايفينها. فهننزل وهنطلع معاكم تاني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم شير وخليكم متابعين لحد ما نخلص المصلحه. طالعين من المكتب دلوقتي اهو، قعدنا شويه اهي، طالعين نعمل تيست للعربيه. قعدنا اتكلمنا ودردشنا وفصلنا في الفلوس، شبه اللي احنا قربنا. احنا الفرق بس في 10000 جنيه. هنطلع دلوقتي نجربها، ودي النيسان بتاعته. هو عايز ياخد دي ويديله دي، تمام. فاحنا دلوقتي هنشوف هنعمل ايه وهنطلع نجرب العربيه. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم معانا لحد ما نخلص. اطلع بقى بالنيسان عشان تعدينا. وبندور دي عشان شمال العصايه. بص تلاقي الخريطه الناحيه دي، في باب ورا يمين مفتوح، تمام قفل. طبعا اهي العربيه دي المكنه المايبك طبعا زي ما قلنا اهي. دي المكنه بص، فاهم انت الفرق المكنه دي من المكنه فاهمني؟ مش الفرمه دي بتاعتها بتبقى سكاكين. ايوه هي بي اس العربيه، تمام. شفت الطلعه والخطوه اللي اختطفتها؟ هي دي المايبك بقى، انا بحبها عشان كده. نصلي على النبي وخليكم معانا. ما تاكلش بنزين يا عم خالد غير بعد RPM 4. الطنابير بتخلي البدال ياخد ويدي تحت رجلك، فاهمني؟ مش حلوين. انما هنا بص مساعدين ورا برضو خفيفه شويه، عايزه مصروف. فيها شويه حاجات عايزين يتعملوا. فدي المعاينه بتاعت العربيه. طبعا بنشوف تكييف زي كده، بنشوف حراره، بنشوف فتيس، بنشوف عفشه، بنشوف بلي، كل قواعد، كل الكلام ده بيبان معانا. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنخلص ايه ونطلع معاكم تاني. احنا بعد يومين او 3 ايام من موضوع المعاينه بتاعت العربيه اللانسر، واحنا اختلفنا. هو لحد دلوقتي العرض لسه مازال قائم، يعني هو لسه ده بيفكر وده بيفكر بقى يومين او 3 ايام، اللي مصطفى ما ردش عليا. بس احنا اختلفنا على في الفلوس في تدخيل العربيه النيسان والعربيه الثانيه فرق 10000 جنيه. والعربيه اللانسر انا قلت لكم فيها مكنه مايفيك نازله استيراد، بس هي العربيه الفتيس ده بيبقى العصايه بتبقى يمين، يعني الدركسيون بيبقى يمين بره. في دول يعني ما بيجيبوا استيراد بتبقى، فبتلاقي الخريطه مش يمين، بتلاقيها شمال. تيجي تجيب الغيار تجيبه شمال كده اهو، يعني فاهمين قصدي الناس اللي عارفه طبعا وراكبه. انما في الطبيعي اي عربيه شمال بتلاقي الفتاسه ايه، الخريطه بتاعتها اللي هي بتمشي فيها دي وان وكده بتبقى يمين. فدي مش فارقه حاجه كتير، لما بتتعود عليها خلاص انت الموضوع ايه بيبقى كام يوم كده في الاول. فدي حاجه من الحاجات اللي بس الموتور بتاع العربيه موتور ما شاء الله لا قوه الا بالله 1800 على الشارك، بتبقى مكنه قويه جدا. يعني كان معانا عربيه 16 بصراحه ركبتها، يعني ممكن تقول هتاكل بنزين، بس قوه الموتور بتعوض عندي ان هي بتجر الوزن دوت بسهوله. فبتلاقي البنزين ممكن نقول ايه اقل من العادي، اقل من 1600. 1600 انت بتحرق شويه عشان RPM يعدي عشان يقدر يجر العربيه، فاهمين قصدي ايه؟ فاحنا بنقول برضو معلومات في وسط الفيديو عشان الناس تستفاد واحنا نستفاد وكلنا نستفاد. بس انا قلت انزل فيديو، نبقى لنا يومين ولا 3 ايام ما ردناش، بس قلنا يبقى الاختلاف على 10000 جنيه. فانا مش شايف ان دي اللي بيتاجر
فارقه معاه، ممكن تبقى فارقه مع مصطفى مش عشان معايا، عشان لسه هو هيوضب طنابير ومساعدين، وبرضه العربيه مش عربيه متوسطه، فما حصلش نصيب. بس فرق الفلوس حلو. يعني احنا قدرنا نخلصها ب 525,000 او 520 حاجه زي كده في الشغل، مشيت وفي الحقيقه مشيت ب 510. لو احنا هندخل العربيه دي بدي والفرق هتبقى ثمنها فلوس 510. ففي 15 شرك وسليمه دواخل، كل اللي فيها دفعات بسيطه يعني، حاجات كام حاجه كده ولا تفرق معايا انا في العربيه، وهتقف وهتتنصب وتقف تبقى حلوه. فكانت حلوه مش وحشه. فنستفاد من الفيديو ده بقى كله ايه؟ لا ما امسكش قوي اللي بيبيع. ان كنت انا تاجر، ما في عربيات بنسيب فيها وعربيات بتحمل خساره دي مثلا على مكسب الثانيه، او انا مش عارف بتمشي. بس ربنا يصلح الحال، واحنا مش هنغصب حد على حاجه. لازم يبقى في سماحه، سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى. انا مديك الفلوس مسامحك فيها، وانت مديني العربيه مسامحنا، ربنا يرزقك. تمام كده؟ وصلت لحد دلوقتي ما دوستش لايك، دوس عشان انت بتبقى معانا بتستفاد وبتعرف وبتشوف الدنيا يعني انت بتشوف كواليس الشغل ماشي ازاي، مش بتشوف بس الايه المشهد الخارجي اللي طالع حلو. لا انت بتشوف جوه، زي ما انا قلت لكم قبل كده، الناس اللي بتعمل والعربيه دي كذا ما بيبقاش عارفين فيها ايه. يعني دي لو موجوده في مكان من الناس النهارده اللي عماله بتعرض عربيه ب 500,000، شركه ب 500,000 مثلا يعني، فب 500,000 طب هي فيها ايه؟ فاهمين قصدي؟ فالامور اللي احنا بنوضحها دي ما بتبقاش ظاهره. فطبيعي انت بتبقى واخد المانشيت اللي هو العنوان العريض وبتاخده وبتجري بيه، انما التفاصيل بقى لما بتخش وبتقرا العمود فيه ايه بالظبط بتعرف الدنيا فيها ايه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تابعوا تيك توك، انستجرام، فيسبوك، وما تنسوش موضوع القسط. لو حد في اليوزد في المستعمل اي حاجه بتتقسط ونسبه كويسه وبيبقى القسط كويس، والاستلام خلال 48 ساعه، يعني بيبعتوا استعلام 48 ساعه بتكون ان شاء الله مستلم. هو في تفاصيل بقى الفتره اللي جايه، بس يا ريت نعمل شير عشان برضو اللي عايز حاجه قسط يعرف، اللي عايز ينزل معاينه مع نفسه يبقى فاهم الخطوات ايه، عشان ناس كتير تستفاد. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اسفين الاطاله، والسلام عليكم.